يا عزيزي كلب مستانس بتاع صاحبك مثلا، يبقى نصيحتي ليك ان انت تقرب له بحذر وفي وجود صاحبه. لو كان الدحيح هو المدرس بتاعك في الفصل، ساعتها انت هتحب المدرسة؟ اللي بيعمله الدحيح هو اسمه تبسيط العلوم، وده معناه اننا بنجيب شوية المعلومات العلمية ونعرضها بطريقة ترفيهية تخليك تفهمها بشكل اسرع وكمان لمدة أطول. عشان كده قررنا نعلن عن انطلاق النسخة الثانية لمسابقة ما وراء الكون لتبسيط العلوم، واللي هتقدر تنافس فيها طلاب من مختلف الجامعات والمدارس في مصر في إنك تحاول تشرح المعلومات العلمية بشكل أبسط. المسابقة جوائزها بتوصل ل 45,000 جنيه وبتتعمل كل سنة في مكان مميز. عندك مثلا السنة اللي فاتت اتعملت في مدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا. المسابقة هتكون متقسمة ل3 مراحل. أول مرحلة وهي الريلز أو الفيديوهات القصيرة، وده بإنك تعمل فيديو لا يتعدى الدقيقة بتشرح فيه معلومات علمية بشكل بسيط، واللي بيتأهل من المرحلة الأولى بيدخل في تاني مرحلة وهي الفيديوهات الطويلة. والمطلوب هنا إنك تعمل فيديو بيشرح موضوع علمي في مدة لا تتعدى 3 دقايق. المرحلة النهائية بقى المتأهلين ليها هيعملوا عرض قدام الجمهور، وده هيبقى على المسرح في الإيفنت النهائي بتاعه. التقديم بشكل أساسي متاح لطلبة الجامعات في كل المجالات وكمان طلاب ثانوي، وكمان في تراك منفصل للأطفال اللي أقل من المرحلة دي. وتابعوا فيديوهاتنا الجاية هنتكلم عنه بالتفصيل. أنت كمان تقدر تشارك لوحدك أو بفريق متكون من 4 أفراد كحد أقصى، فممكن تكلم أصحابك وتقدموا دلوقتي قبل الديدلاين، واللينك هيكون موجود في الديسكريبشن بتاع البوست أو في أول كومنت. وفي النهاية ما تنساش تتابعنا عشان يوصلك كل جديد.